السؤال ده كتير قوي بيجي، ايه هو تليف الرئة المناعي وهل يمكن الوقاية منه؟ ولما يجي نتصرف ازاي؟ ومين اللي بيعالجه، دكتور الروماتيزم ولا دكتور الصدر؟ النهارده هكلمكم على تليف الرئة المناعي مع امراض الروماتيزم. اهلا وسهلا بيكم في دمتم سالمين. ايه اللي يخليني اشك ان في تليف في الرئة؟ واحد، اعراض ان عندي قصور في النفس، يعني نهجان بالبلدي كده او باخد نفسي بالعافيه. اتنين، ان في عندي كحه مستمره سواء ببلغم او نشفه ولون البلغم ما بيفرقش معانا. اتنين، كشف الدكتور. غالبا في كتير من المرضى بنحط السماعه نسمع اذا كان في اي اصوات في الرئه ولا لا. تلاته، اشعه مقطعيه بتتعمل على الرئه علشان نشوف في تليف ولا مفيش. اربعه، بنعمل وظائف تنفس عشان نشوف كفاءه الرئه. بعد ما بنشخص تليف الرئة بيكون دكتور الصدر معانا طبعا في كل خطوة. ليه؟ لأنه بيستخدم علاجات موضعية بالإضافة للأدوية العادية. ممكن يستخدم بخاخات، ممكن يستخدم أدوية استنشاق، ممكن يعمل جلسات، ممكن يحتاج دعم بالأكسجين. وفي غالبية الحالات بيرسل الموضوع على شوية أدوية بنكتبها إحنا وهو. طب هل ممكن أقي نفسي من تليف الرئة؟ أهم حاجة إن المرض يبقى تحت السيطرة. يعني الدواء مهم جدا، المتابعه مهمه جدا، ان انا لو اي شكوى اروح للدكتور بدري، دي مهمه جدا. اتنين، طبعا ابطل التدخين خالص او ما اقعدش مع حد بيدخن، حتى التدخين السلبي، وابعد عن التلوث، اي روايح جامده، اي حاجه من الحاجات دي. تلاته، ودي مهمه جدا، ان نمط الحياه بتاعي كله بقى يبقى صحي، اكلي يبقى صحي ونومي يبقى صحي، واحاول ان مزاجي يبقى رايق. كل الحاجات دي بتساعد للسيطره على المرض وبالتالي نمنع تليف الرئه. في ادويه كتير جديده دلوقتي لتليف الرئه، فاستبشروا خير ان شاء الله باذن الله. واي مريض حصل له تليف رئه يرجع للدكتور بتاعه عشان يتابع معاه ويساله على الادويه الجديده. واي مريض خايف من تليف الرئه كل اللي عليه انه يلتزم بس بالادويه. ودمتم سالمين.